حلقتنا النهاردة عن أكلة هندية اللي هي باتر تشيكن أو الدجاج بالزبدة. هنعملها بنفس الطريقة اللي بيعملوها في المطابخ الهندية، بس صدقيني الطعم بتاعها جميل جدا. كمان هقدر أقولك على بعض التفاصيل إن لو انت حبيتي إن انت تغيريها، بس أنا هعملها لك بالطريقة المظبوطة. ولو حبيتي أقولك على البدايل اللي تقدري إن انت تغيريها، تبقى في إمكانك تقدري تعمليها. المقادير بتاعتنا عبارة عن صدور فراخ او وراك بتكون مخليه كده من العظم. انا هنا معايا فراخ بانيه، وابتديت ان انا قطعت الصدور كده لمكعبات. بعد كده هنعمل التتبيله، هي عباره عن كوب من الزبادي اللي هو الروب. بحط هنا بقى معايا معلقه من توم مفروم ناعم، معاه كمان جنزبيل اللي هو الفريش بردك مفرومه كده ناعم. وانا خلطه الجنزبيل مع التوم زي الهنود بالظبط. خلاص هحط هنا معلقه كبيره. حابه تبدلي بقى الجنزبيل الفريش بجنزبيل بودر مفيش مشكله. بعد كده هبتدي ان انا اضيف ربع معلقه من الفلفل الاسود، وهحط ربع معلقه من الملح، وبحط هنا نص معلقه من البابريكا اللي هو الفلفل الحلو، وبحط هنا ربع معلقه من الشطه. وهنا دي اختياري، حابه تزودي البابريكا وتستغني عن الشطه حسب ما انت عايزه. هنقلب كده المكونات كده مع بعض. ببتدي اجيب صدور الفراخ اللي انا مقطعاها، وابتدي ان انا احطها في قلب التتبيله، وهقلبها كده تقليبه كويسه، وبديها كمان عصير ليمونه كبيره. هنقلب التتبيله كده كويس. بعد كده هبتدي ان انا اغطيها. انا كده هغطيها بقى زي ما انتم شايفين، هغلفها كده ببلاستيك ستريتش او باي غطا عندك، وتحطها في التلاجة لمده نص ساعه. هنعمل بقى الصوص. هجيب طاسه واحطها على النار، وبنزل فيها بمعلقه من الزيت، وبنزل فيها بقطعه من الزبده. اول بس كده ما الزبده تبتدي تسيح معايا 3 بصلات متقطعه كده اي تقطيعه، ببتدي ان انا احطها على الزبده بتاعتنا. بدي رشه من الملح. هبتدي ان انا اشوح البصله دي عشان تطلع النكهه بتاعتها. بعد كده على طول هبتدي ان انا اضيف عود من القرفه. هضيف كمان 4 حبات من فصوص اللي هو القرنفل او المسمار. وهضيف هنا 5 حبات من الفلفل الحصى الاسود. وكمان هدي رشة بسيطة جدا من الهيل اللي هو الحبهان، وتقدري تستغني عنه بفصوص من الحبهان، فصين من الحبهان. بحط نص معلقة من الفلفل الحلو اللي هو البابريكا، وبحط هنا ربع معلقة من الشطة الحمراء، وقلنا هنا الشطة اختيارية. هبتدي بقى اقلب المكونات كده كله مع بعض، وكله بقى بيطلع النواكي بتاعته كده مع البصلة. هيكون بقى معاكي 5 حبات من الطماطم، بتكوني شايله من عليها القشر، وبتكوني مقطعاها كده مكعبات. وهبتدي ان انا اضيف الطماطم دي، وبضيف معلقه من الكاجو الني، بس بصراحه انا ما كانش متوفر. هبتدي بردك كده ادي تقليبه. بعد كده هضيف معلقه كده من الصلصه، ودي اختياري، حبيتي تضيفيها او تشيليها مفيش مشكله خالص. بعد كده كمان هديها ورقتين من ورق اللورة اللي هو الغار. وهضيف كمان معلقه كده من بهارات الجرام مصالة. هكتب لك المقادير في صندوق الوصف، ممكن ابقى اعمل لكم حلقه لو انتوا حبيتوا. بعد كده هقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وهضيف لها ربع كوبايه من الميه. هديها تقليبه، وهبتدي ان انا اغطيها واسيبها لحد ما تتسبك وتبتدي تشرب الميه بتاعتها دي كده خالص. هجيب بقى طاسه تانية واحطها على النار، بنزل فيها بمعلقه من الزيت، وبنزل فيها كمان بقطعه من الزبده. واهم حاجه تكون الطاسه بتاعتك سخنه. دي كده الفراخ اللي كانت في التتبيله اللي حاطينها في التلاجة. هبتدي ان انا احطها بقى كده عشان اديها بقى تحميره في الزبده بتاعتنا. او اهم حاجه ان انتي ما تحطيش كميه كبيره في الطاسه، بنحط كميه بسيطه جدا عشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها. يعني ممكن تعمليها على كذا مره على حسب الكميه اللي هي موجوده معاكي. ومش هتقلبي فيها خالص الا ما تبتدي تاخد لون من تحت. تبتدي بقى تقلبيها على الناحيه التانية لحد ما تاخد معاكي لون كده كويس. تبتدي ان انت تشيليها بقى في قلب طبق، وتكملي بقيه الكميه بنفس الطريقه في نفس الطاسه. عايزه اقولك على خطوه هي ما استورتش معايا، ان انا بعد ما بحمر كل الفراخ دي بحطها في قلب طبق. بعد كده بسخن فحمايه، وبحط ورق من الزبده، وبحط الفحمايه دي في نص الفراخ اللي انا محمراها، وبطفيها بمعلقه من السمنه اللي هو الزبده او الزيت، يعني بحيث انها تدخن معاكي. وبغطيها كده في طبق، وبسيبها بقى الدخان ده عشان تحسسك ان هي مشويه.
ده كده بقى الصوص بتاعنا اتسبك خالص وشرب الميه بتاعته. ببتدي اطفي عليه النار واسيبه لما يبرد. بعد كده بحطه في الخلاط وبزوده بربع كوبايه من الميه وبضربه. بعد كده بجيب مصفى ولازم ان انا اصفي الخليط ده عشان احنا عايزينه يكون كريمي خالص. فابتدي اصفيه والشوائب بتاعته اللي هتطلع ابتدي ان انا ارميها. ده كده بقى يا جماعه الخليط اهو اللي احنا طلعناه. بصوا بقى عامل ازاي كريم ازاي. طيب هجيب طاسه واحطها على النار، بحط فيها معلقه من الزيت وبنزل فيها بمكعب من الزبده. اول ما يبتدي كده الزبده تسيح هبتدي على طول بقى انزل بمعلقه من الثوم المفروم معاها حته كده قطعه من الجنزبيل الفريش اللي هو بردك ايه مبشوره. قلت لكم ان انا حاطه الاثنين على بعض. وبنزل بمعلقه من البابريكا. بقلب الاتنين كده مع بعض لحد ما التومه بتاعتنا تبتدي كده تاخد لون وتتحمر وتطلع النواكه بتاعتها. على طول بقى هبتدي ان انا انزل بالصوص اللي احنا كنا عاملينه وضاربينه في الخلاط ومصفيينه اهو. وهنسيبه كده هنديه بس هنا تقليبه. وهديه كده رشه بسيطه من الملح، يعني ما تحاوليش تحقيقه كتير كده خلاص. وبعد كده هنزل بمعلقه ونص من العسل. حابه تغيري العسل وتحطي معلقه سكر مفيش مشكله. هنسيبهم لمده 5 دقايق كده على النار. كله بقى كده الصوص بتاعنا يقصر شويه ويبتدي كده ياخد ويدي مع بعضه ويتقل. هبتدي ان انا اضيف الفراخ اللي احنا كنا محمرينها. وقلت لكم ان انا حاطه فيها فحمايه كده عشان تاخد التدخينه كانها مشويه، عشان هم هناك في المحلات بيعملوها بالفراخ المشويه. هضيف هنا بقى معلقه كبيره من الجرام مصالة. وهبدي هنا بقى كده تقليبه كويسه. هبتدي ان انا انزل بكريمه الطبخ عباره عن نص كوبايه من كريمه الطبخ او معلقتين كبار من كريمه الطبخ. طبعا هنا بيتفتح لنا اللون وطبعا هي بتدي طعم جميل جدا للاكله بتاعتنا. طيب لو انت ما عندكيش بقى كريمه الطبخ، وطبعا احنا عارفين انها غاليه، تقدري تستبدليها بالقشطه اللي هو حتى لو عندك قشطه اللبن اللي بتشيليها من على وش اللبن ينفع ان انت تحطيها. هحط كمان بقى قرنين الفلفل زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي وبديها تقليبه. وكمان بحط لها قطعه من الزبده. وهبتدي بقى ان انا اغطي الاناء ده وهسيب بقى لحد ما الصوص يبتدي يقصر شويه. وكمان احس ان الفراخ كده اتشربت من الصوص وابتدت تستوي. عايزه اقول لكم ان الطعم بتاعها فيه منتهى الجمال بصراحه خيالي. دي كده خلاص بعد ما استوت معايا ببتدي ان انا اقدمها في طبق التقديم بالطريقه دي. وهبتدي كمان بقى هي الاكله كده يا جماعه دسمه شويه بس هي على فكره جميله. هبتدي ان انا انزل بقى بالمكونات وبعد كده بديها رشه من بزوقها طبعا من فوق بكريمه الطبخ. وكمان بحط فيها قطعه من الزبده وبتديها رشه من الكزبره الخضراء بس هي مش متوفره عندي. تقدري تبدلي كريمه الطبخ قلتلك بالقشطه او بالقشطه بتاعه اللبن اللي بتشيليها من على وش اللبن. وكمان الجنزبيل الفريش تقدري تستبدلي الجنزبيل البودر. كاجو هو اختياري، يعني ممكن تضيفيه او ما تشيليه في الاكله نفسها. دي كانت حلقتنا النهارده عن الدجاج بالزبده الباتر تشيكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.